هاد الأيامات الفيديوهات على الجهد فرحانين بصوفيا طالوني رجعت للأصل ديالها وسميتو نوفل ورجع للرجولة ديالو يعني فجأة مزيان. الناس فرحات بيه وحتى أنا كذلك، حتى واحد ما كيكره شي واحد يرجع لله سبحانه وتعالى. مزيان التفكير السليم، ولكن أنا غادي نحلل بعدا فواحد شوية وتسمح لي، لأن ربما غادي تحس بمضايقة، ولكن من بعد غادي نعطيك الحلول. أنا كيبان ليا بأن هادشي النهار الأول بحال اللي كان خاصك فلوس وما كانش عندك شي بروجي وما كانش، فدرتي لجنس بروجي حتى جمعتي الفلوس من الخليج من تركيا ودرتي مستشفيات ودرتي بزاف د الحوايج، ولكن منين؟ من اصل فلوس حرام. ولكن ماشي مشكل مادام رجعتي لله سبحانه وتعالى، ماشي مشكل. انما كيخصك الفلوس اللي جمعتي تصدق منهم باش، ولكن ملي بغيت تصدق ما تصدقش على نيبه وعلى هذوك كلهم عندهم فلوسهم وعايشين مخمخين، كاين فقراء كاين جيران كاين احباب كاين اهلك. ما غاديش تصدق على رشيد الوالد دير له فابور ولا داك الشيء كله غير زايد ناقص وما فيه حتى شي اجر. صدق على الناس اللي يستاهلوا. هذا من جانب. ثانيا رجعوا للتوبه ديالك. مزيان التوبه، ولكن التوبه كدار في المسجد، كدار في الحج، راسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ومع شي فقيه اللي يوريك خصك. التوبه ليها شروط، ماشي غنتوب وغادي ندير الشطيح والتلواز والموسيقى والرايه داكشي ما عنده حتى شي اهميه. انت رجعتي لله سبحانه وتعالى فخصك فقيه اللي يوريك لي زيتاب ديال التوبه. انت سنين انت كدير في الفجور، ما غاديش تجيب 2 دقائق انا تبت ساليت. داكور الناس فرحوا لك وانا كذلك فرحت لك وحضروا لك الناس وكذا وماشي مشكل، ولكن التوبه راه فيها شقين. تبتي لله سبحانه وتعالى والله كيقول لك ان الله غفور رحيم، هذه ما كينقش حتى شي واحد. وكذلك تقول ان الله يغفر الذنوب جميعا، ماشي في القران ماشي في الحديث، في القران بان الله يغفر الذنوب جميعا. دونك غادي يغفر لك جميع الذنوب، سواء ما كتصليش، سواء واحد النهار درتي شي منكر ديال اللواط، ولا واحد النهار درتي شي حوايج خايبين، سرحتي، قصتي الاسلام، قصتي هادشي كله يقدر يغفر لك. ما زكيتيش ولا ما صدقتيش ولا ما داكشي بينك وبين الله، الله غيغفر لك. عاودتي شي نكت على الله، ضحكتي عليه ولا ضحكتي على النبي ولا داكشي كله يقدر يغفر لك الله. ولكن غادي تتفاجئ، كتقول صافي غفر لي الله وغنبدا نصدق وندير الخير ورجعت للاصل وكنبكي غنمشي للجنه. لا، تقدر دير هادشي كله وتلقى جهنم كتنتظرك عند الله. شكون؟ واحد الناس كيسالوك واحد الدين. كاين ناس عايرتيهم، كاين ناس سبيتيهم، كاين ناس خرجتي لهم على محلهم، كاين ناس سرقتي لهم فلوسهم، كاين ناس قلبتيهم، كاين ناس ضحكتي عليهم. هادو كلهم غيتشكوا بك. وهنا كتجي الايه: ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. دونك من غير التوبه غيتوب عليك الله، يقول لك اودي انا كنتيش كتصلي بعد النوبات، كنتي كتفلى الاسلام، كنتي كتشوه، كدير كدير الفجور الباين، داكشي كله كيتعاقب عليه. ولكن انا سمحت لك ملي رجعتي للاصل ديالك، ولكن انا ما نقدرش نسمح لك بلاصه هاد الناس اللي تعديتي عليهم في الدنيا، فلازم تخلص. أراو لي الميزان أعبر سيدي السيئات والحسنات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. مثقال ذرة شر، ماشي تشويه الإسلام ولا الصلاة، دوك عبادات، الصلاة والدين والزكاة وداكشي كله عبادات. هذا الشر اللي درتي في الناس خصك تخلصو. درتي فيهم شي خير غتخلص، درتي شي خير راه ما غيتحسب لك، ولكن الشر ربما يكون كثير. أول شر درتي بعدا في عائلتك، شوهتيهم، سويتي لهم السمية، ولا اللي غادي كيضحك عليهم واللي جاي كيضحك عليهم. فاول حاجه بعدا كيخصك تطلب هاد الناس مسامحه، ولو ان الامر يلزم انك تعوضهم. فبدل ما تخسر على داك نيبه وتخسر على دوك الشياخ ودوك الشطاحات ودوك الكلبات ودوك السلقوطات اللي دايرين بيك، هادوك بعدا خصك تخلص منهم، لان حتى واحد فيهم ما كان كينصحك، وترجع لعائلتك وتعوضهم ماديا ومعنويا ونفسيا، وتلتزم بانك ما ترجعش لدوك الاعمال الخايبه للفحشاء والمنكر. من بعد من دير هادشي كله غادي تشوف الناس اللي ضريتيهم، راك عارفهم. ضريتي فلان فلانه فلان فلان، تجمعهم، اجا سيدي انا كنت كنضحك عليكم، درت لكم، شوهتكم، خرجت سرايركم، دابا شحال بغيتو باش نعوضكم تعويض؟ شحال ديال التعويض باش تسمحوا لي قدام الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الاخره؟ هنا غادي تعوضهم وغادي ترتاح. وانا كديك الساعه كنقول لك هنيئا لك بالتوبه الكامله.
ولذلك غادي نجيو للفقره الاخيره اللي هي درتي بزاف الفيديوهات فيهم التفليه والضحك، كتضحك على الاسلام، تضحك على الناس، تضحك على راسك، تبين بزاف د الحوايج درتي خايبين اللي اثروا على الاسلام، اثروا على المسلمين، واثروا على عائلتك، واثروا على حد. غادي يبقاو هاد الفيديوهات كيسيركلوا بحال شي حسنه دائمه او شر، لان الناس كيديروا حسنات اللي كيخليوها من بعد الممات ديالهم تخلي فيديوهات. ولذلك الحل ديال هادو انا في رايي وثق بيا هذا هو الحل الوحيد، انك دير واحد الفيلم، ماشي عليا انا، ماشي حيت انا مخرج غندير الفيلم تجي عندي، لا 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 لا، راه في المخرجين كاين 60,000 مخرج. شوف واحد المخرج شاب وقول له يدير لك فيلم يكون زوين، قصه زوينه، تكون انت البطل ديالها، ضروري تكون انت البطل، وتعاود ليه حياتك كامله كيفاش خرجتي ودرتي هذا الشيء، وكيفاش رجعتي لله سبحانه وتعالى، وكيفاش تبتي. هذا الفيلم غادي يكون مقابل دوك الافلام ديالك اللي كنتي كطلع بهم، دوك الطلعات في التيك توك وداك الفساد وداك المنكر. فيما شي واحد خرج بهذا فيديو كيخرج له الفيديو الاخر اللي فيه الفيلم ديالك اللي كيعاود كيفاش كنتي، ربما كنتي مجبر باش تخرج دير ديك المسائل، ربما كنتي عندك احساس مرة كما كنتي كتقول. هادشي كله خصو يتعاود في واحد الفيلم ويتحط باش يجاوب على الناس ملي غادي تشوفك راجل ومجوج بوليداتك، راه كان هكا، كان هكا، ولكن شوف الفيلم الاخر اللي تاب فيه، راه دار فيلم وخلاه، هذاك الفيلم غادي يبقى بحال شي صدقه جاريه في حياتك، حتى ملي تموت يشوفوا الناس. كاين اللي غيبكي، ماشي دير حفله وتنقزوا وتفلاو وشي كيعنق شي وشي عريان وشي، يكون فيلم كيعاود على حياتك، كيفاش خرجتي للفساد وكيفاش رجعتي من الفساد، كيفاش خرجتي من النور الى الظلمات وكيفاش خرجتي من الظلمات ورجعتي للنور. وفي الاخر في ذاك الفيلم غادي تعطي واحد الموعظه، لان شحال من واحد تبعك، شحال من دري تبعك، شحال من حاجه، شحال من واحد شجعتيه على ذاك المنكر، شحال من واحد جا عندك لتركيا ونقول بصراحه قودتيه لشي حد اخر، وهذا كله غادي يسال لك، كلهم غادي يوقفوا عليك يوم القيامه، واخا يسمح لك الله هما ما غيسمحوش، وغادي دوز واحد القسط في جهنم. اذا الا بغيتي تجنب جهنم، صلح الامور مع خوتك وكاع اللي كيحمل الاسم ديالك اللي شوهتيهم، واخا تخلصهم ماديا ومعنويا ونفسيا، وبعد من دوك الشله اللي دايرين بك دوك الكلاب ودوك السلاقط وداك الشيء وداك الضحك والتفليه، وتزوج على راسك ودير وليداتك. وفي الاخير دير واحد الفيلم باش تبقى صدقه جاريه كتعوض على داك الشيء، داك الافلام اللي كنتي كدير دوك الفيديوهات غتعوضهم بفيلم اللي غتكون فيه النصيحه وتكون فيه رسائل موجهه للشباب ما يتبعش بحال هكذا، لانه غادي يندم بحال اللي ندمتي انت، وغادي تكون دارت بزاف ديال الفواحش مع الله سبحانه وتعالى. هذا هي اللي كتبان ليا فيها التوبه، كنظن شي واحد غادي يهضر معاك هذه الهضره. ولذلك كنطلب هذا الفيديو من الناس يوصلوها لهم ويسمع الفيديو مزيان ويطبق هذا الشيء، وغادي يكون ان شاء الله مصيره الجنه والتوبه الخالصه. وثق بيا كان الهدف ديالي يوم ما اتصلت بك وهضرنا وكنا قلنا نديرو شي فيلم، كان الهدف ديالي انني تبدا ندخل الهدايه والندم. هذا هو المشوار اللي كنت غندير انا وياك في واحد الفيلم، ولكن ما صدقش لان عقلك كان مشتت، ما عرفتيش شكون اللي كينصحك شكون اللي الان كنقول لك دير فيلم ماشي معايا انا مشغول الان. انا في الايام ما جايه غادي عندي مفاجات، غادي نخدم في واحد القناه فرنسيه، وهذه المره ان شاء الله تكون صحيحه لان ماشي مع مغاربه. ولكن انت شوف شي مخرج يدير لك شي قصه زوينه، عاود القصه من اتل زاد. هذيك الفيلم غادي يكون كيعطيك دوك الفيديوهات اللي غيبقاو يسركلوا من بعد الممات ديالك او في حياتك ملي تزوج مع ولادك وكلا. ها الفيديو انا راه كنت راجل وكنحس بانني امراه وغلطت وخرجت، ولكن تبت وكل شيء في ذاك الفيلم كل شيء غيحترمك. اما حفله راه دايزه، حفله وغني وطاطا وكتبكي وداك الشيء كله دايز، لكن فيلم غادي يشوفوه الناس وفيه الربح وفيه بزاف وتدخل منه الفلوس. انت راك عارف الافلام اش كتدخل، غدير فيلم مغربي مشيتي لتركيا مشيتي للخليج كاين بزاف ما يدار، عاود قصتك كامله وديرها فيلم. نتمنى هذا الشيء يوصل لك وتسمح لي الا قلت لك شي كلمه جرحاتك، والله غفور رحيم.